محاولة اللقاء مع إله غير منظور للكاتب فيليب يانسي. الإيمان هو الحل علشان أتأكد إن الله موجود، ولأن الله غير منظور فأكيد هتختبر أوقات من الشك. دي الجملة اللي ابتدى بيها الكاتب كتابه، وقال إن علم النفس بيقول إنك لو مش قادر تتخلص من مشاعر جواك فعبر عنها بكل صراحة، والكتاب المقدس بيوافق على الرأي ده. فكتير عبر عن المشاعر الشك اللي جواه قدام ربنا، وربنا اتعامل مع ضعف إيمانهم وشكهم، فناموا في الإيمان واتغلبوا على شكوكهم زي أيوب وأرميا وحبقوق. وقال الكاتب إن للإيمان درجات مختلفة ظهرت في معجزات يسوع، فمنهم اللي كان إيمانه قوي زي قائد المئة اللي قال قول كلمة فيبرأ الغلام، والمرأة الكنعانية اللي قال لها يسوع عظيم إيمانك. ومنهم ناس ما قدرتش تؤمن بيه، وتلاميذه منهم اللي شك ومنهم اللي أنكر. لكن اللي بيملانا بالأمل إن يسوع بيعرف يتعامل مع بذرة الإيمان مهما كان حجمها، فمن قائد المئة لتوما الشكاك لأب الولد اللي صرخ أؤمن فأعن عدم إيماني. لكن افتكر دايما إن إبليس عايزك تشك في وجود الله لما تشوف زيادة الشر والظلم والألم في العالم، ويملاك بالأسئلة لو كان الله موجود ليه سمح بكل الألم والظلم والشر ده؟ لكن الحقيقة إن أمور كتير بتحصل في العالم ضد إرادته، فالعالم مليان بالشر والأشرار اللي اختاروا إنهم ما يعملوش إرادة الله، وعشان كده ما ينفعش نصدق إنه غايب مش موجود أو نلومه على اللي هو بيعارضه. إحنا بنعيش على كوكب ساقط مليان بالمعاناة، حتى يسوع في حياته على الأرض لم يستثنى منها. وقال الكتاب المقدس عن نماذج كتير زي أيوب وإبراهيم وحبقوق وكتير من أبطال الإيمان اللي تحملوا الألم، ولما ما حصلش أي معجزات، ولما ما حصلش استجابة لصلواتهم المستعجلة، أو لما حسوا كأن الله مش موجود وغايب تماما عن المشهد، اتمسكوا بربنا ورموا بألمهم وتعبهم حتى شكهم في محضره، وهناك قدروا يقفوا تاني بإيمان وثقة في وجود وصلاح الله الغير منظور. وقال الكاتب إننا في حياتنا هنختبر أوقات ربنا قريب وبيستجيب، وأوقات تانية بيظهر كأن الله ساكت ووعوده مش هتتحقق، لكن آمن وثق وأشكر. يمكن تسأل إزاي أشكر ربنا من أجل الأمور الصالحة ومرميش باللوم عليه في الأمور الصعبة؟ والإجابة هي الثقة والإيمان في صلاح الله الكلي، واللي بيزودوا علاقتي بربنا كل يوم. ومع إني مش بفهم كل طرقه وأفكاره، لكن الله يستحق الثقة. ولما تتملي بالتعزية والثقة والإيمان، ربنا هيستخدمك مع المتألمين اللي بيسألوا فين الله في وقت الألم، لأنهم هيشوفوا الله من خلال المؤمنين اللي بيحملوا حضور الله. وحكى الكاتب عن صديق كان بيمر بوقت صعب جدا في حياته، ولما عدى الوقت الصعب ده قاله انت الله بالنسبة لي في الوقت ده، في الوقت اللي افتكرت فيه ربنا مش موجود، لكن إيماني بربنا زاد بسبب اللي بتعمله معايا. خليك بإيمانك سبب رجاء ناس متألمين. وقال الكاتب إن الله الغير منظور بتجسد المسيح وموته وقيامته أعاد العلاقة بين العالم المنظور وغير منظور، زي ما قال يسوع من رآني فقد رأى الآب. وكشف المسيح عن جانب جديد وحميم في علاقتنا مع الله، واستخدم كلمة أبانا لما بنتكلم مع الله. وسأل الكاتب إزاي أحفظ نفسي في علاقتي مع الإله الغير منظور من المنظور اللي بيشتت اهتمامي. إزاي أغرس جوايا الإيمان إن الله بنفسه عايش جوايا حتى لو نسيت الحضور ده؟ والإجابة هي إنك تطلب إرشاد ومعونة الروح القدس قبل ما تقوم بأي أمر، حتى لو صغير، فتمارس الانتباه بوعي لغاية ما يبقى عادة. العالم المنظور بيفرض نفسه عليا من غير دعوة، لكن الغير منظور يحتاج أزرعه جوايا بكل وعي مني. وبيحذر الكاتب من فقدان الذاكرة الروحية، بمعنى يمر يوم أو أيام من غير ما تفكر في ربنا. وبيقول إن العالم المنظور مليان بالضوضاء والضغوط اللي بيشتت انتباهك عن الاستمتاع بحضور ربنا في يومك. الله حضوره مالي الكون، وكل خليقته بتشهد عن وجوده، وكل تفكيري ومشاعري مهمين عنده. إزاي أعيش يومي كأنه مش موجود؟ لكن الكاتب بيقولك عشان تتجنب فقدان الذاكرة الروحية، الأمر بيحتاج لتدريب، إنك تركز انتباهك على ربنا وعلى معاملاته معاك طول اليوم. صلي ربنا قبل ما تقوم من سريرك إنك تستمتع بيه وبحضوره طول اليوم.
ومارس عادة إنك تتكلم معاه طول يومك. اعبده وسبح ليه، اطلب معونته، شاركه اللي بيفرحك واللي بيحزنك خلال يومك. حتى وسط عملك الروتيني اخطف وقت معاه، حتى لو وقت سريع. اعمل كل حاجة كأنك بتعملها لربنا حتى في عملك الروتيني. وأخيرا قال الكاتب إن في يوم هينتهي العالم المنظور وهنشوف الغير منظور، فإننا الآن ننظر في مرآة لكن عندئذ وجها لوجه. عيش على الأرض مع الإله غير المنظور بالإيمان والثقة وعلاقة حميمة، عشان تقدر تعيش وتشوف يسوع وجها لوجه في السماء. الكتاب عميق ومليان بالتفاصيل، بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.